تخيل ربنا يكرمك في يوم من الايام وتبقى محقق كبير، يبقى قاعد قدامك متهم كل الادله ضده، وكمان فوق ده انت جايبه اصلا من مسرح الجريمه ومن جنب الجثه كمان، وطول التحقيق هو عمال بيغير في الكلام كتير وبيحور ومش سالك زي ما بنقول يعني. وفجاه بعد زهقك من كتر كذبه الكتير وتغييره في الكلام تركز على وشه شويه وعلى الجرح اللي عليه وتقرب منه وتتفحصه كويس وتكتشف ان مسار القضيه بيتغير تماما بعد التفصيله دي. وايوه النهارده هو اول فيديو ليا على القناه في محتوى الجريمه، وقضية النهارده انت ممكن تكون عارفها بشكل ما عن طريق يوتيوبرز تانيين او حاجه كده، ولكن في نفس الوقت حابب ان انت تكمل معايا الاخر برضه سواء انت عارفها او ما تعرفهاش. قضية النهارده هي عن راين وولر وهيذر كوان، فيلا بينا نبدا. في 2006 في ولاية أريزونا في أمريكا كان في بنت اسمها هيذر كوان، كانت طالبة جامعية وعندها 21 سنة. كان معروف عنها إنها بنت لطيفة جدا وبتحب تساعد كل الناس وكل أصحابها، وخصوصا الناس المظلومين اللي ما بيعرفوش يدافعوا عن نفسهم، وعشان كده قررت إنها تبقى محامية وتدرس حقوق عشان في الآخر تدافع عن الناس بشكل رسمي شوية. وفي الوقت ده كانت عايشة مع صديقها أو حبيبها يعني البوي فريند بتاعها اللي اسمه راين وولر، واللي كان عنده 18 سنة يعني أصغر منها ب3 سنين بس. ويوم 25 ديسمبر 2006 أبو راين كان عازم ابنه راين وصاحبته اللي هي هيذر على عشوة في الكريسماس، وكانوا متفقين على كل حاجة ومفيش أي مشكلة، ولكن يستنى يومها إن هم يوصلوا ما ظهروش، يتصل بيهم مفيش أي رد. عدى وقت وبدأ يحس إن في حاجة غلط، فقرر إن هو يتصل بالشرطة وطلب منهم إن هم يعملوا ويلفرد تشيك على ابنه وصاحبته. وبالمناسبة ويلفرد تشيك اللي هو عبارة عن انك تبعت الشرطة ان هم يطمنوا على شخص معين في مكان معين يهمك. وفعلا الشرطة استجابت لده وراحوا للبيت وخبطوا اول مرة محدش رد. قرروا ان هم ياخدوا نظرة من الشباك، ولكنهم شافوا الاضاءة شبه منعدمة فما شافوش حاجة خالص، فرجعوا تاني عند الباب وخبطوا تاني وقالوا بصوت عالي احنا الشرطة وجايين نعمل بس ويلفرد تشيك ونطمن عليكم بناء على طلب والد راين. وبعدها بشوية الباب فعلا انفتح، وكان مين اللي فتح؟ هو راين كانت حالته غريبة جدا، كان طالع عينه ورمة جدا لدرجة انها سودة، وكان فيه شوية جروح كده في وشه منها جرح بطول مناخيره. كمان كان باين عليه الارتباك او التوتر لانه كان ما بيعملش اي رد فعل، ما بيتكلمش، واقف بس كده صنم. الشرطة لمحت جوه بنت نايمة على الانتريه وخمنوا ان غالبا دي هيذر، يعني طبعا ابو راين حكى لهم كل حاجة. فسألوا راين مال عينك؟ ايه اللي حصل معاك؟ رد راين كان غريب وقال معرفش ايه اللي حصل معايا. بعدها سألوه طيب مين البنت اللي نايمة جوه دي؟ هي دي هيذر؟ رد عليهم رد من اغرب ما يكون، قال لهم معرفش مين دي، هي بس نايمة وخلاص. الشرطة قررت انها ما تاخدش وتدي في الكلام كتير مع راين، وقالوا له اسمع احنا جايين بس نطمن عليكم وانا لازم ادخل جوه اشوف البنت دي كويسة ولا لا، وبعدها هنمشي على طول. راين ما عملش اي رد فعل وقرر ان هو بس يوسع كده من على الباب عشان الشرطة يعدي، والشرطة فعلا دخل وراح عند هيذر. والمفاجأة ان هيذر ما كانتش نايمة، هيذر كانت ميتة ومضروبة برصاصة في المخ. التقييم المبدئي للجثة قال انها ميتة بقالها يومين 3 اقل حاجة، وفي نفس الوقت فورا قبضوا على راين اللي ما كانش بيعمل اي رد فعل، ولكنه كان بيقول جمله واحده انا ما اعرفش ايه اللي حصل في البيت. وعلى يوم 26 ديسمبر اللي هو تاني يوم الساعه 5 الفجر راين دخل غرفه التحقيق، واللي هي كانت عباره عن ترابيزه وكرسي وكانت اوضه صغيره، ودخل وراه المحقق على طول.
اللي يا دوبك حط ورقه فاضيه على الترابيزه وخرج على طول. اما راين فراح قاعد على الكرسي اللي موجه ناحيه الباب بتاع غرفه التحرير. وحاجه لازم تعرفها، راين طول المده دي لحد ما قاعد على الكرسي هو مش متكلبش وما احتاجوش ان هم يكلبشوا، والترابيزه نفسها كان عليها كلبش بقى، طرف منها مربوط في الترابيزه والطرف التاني فاضي ومفتوح. عارفين بقى راين عمل ايه؟ المعلم راين راح جايب الطرف التاني وراح ربطه في ايده. استغربت؟ لا، استنى شوية، شوف اللي جاية دي. حاول يقوم ولكنه تفاجأ ان هو مربوط في الكلبش، والاقرب من كده ان هو راح راجع تاني وقاعد مكانه ولا كأن حاجة حصلت. وعلى الساعة 5:17 المحقق دخل وقال لراين احنا الواد المفروض نصور رجليك. فراين بصله كده شوية باستغراب ولكنه فعلا رفع رجليه وراح داخل واحد تاني وفعلا بدأ يعملوا الحوار ده، وده يعني اجراء كده عندهم يعني. وفي عز ما ده بيحصل بص للمحقق وقال له وانا مسموح لي اروح؟ المحقق بصله باستغراب جدا وقال له لا انت مش مسموح لك تروح خالص. وبعد 10 دقايق خلصوا موضوع تصوير الرجلين ده، وبعدها المحقق راح جايب كرسي وحطه جنب راين وقعد جنبه وبدأ يسأله شوية أسئلة عادية زي اسمه وعمره وبيانات عنه، يعني أسئلة عادية. وفعلا راين كان متعاون جدا وما كانش فيه أي مشاكل. بعدها المحقق سأله وقال له وأنت تعرف إحنا جايبينك هنا ليه أصلا وبنحقق معاك؟ راين فكر شوية وقال له لا أنا بصراحة معرفش يعني. قال له بص أنا هقرأ لك حقوقك زي ما بيعملوا في التلفزيون كده. شفت انت برامج الجريمة والتحقيقات لما بيقولوا للشخص اللي بيحققوا معاه ان هو من حقه ما يتكلمش اللي في وجود المحامي بتاعه؟ انا هعمل معاك كده بالظبط. اظن انت شفت برامج زي دي قبل كده. راين بص له كده وقال له لا انا ما شفتش برامج زي دي قبل كده. وبعدها بشويه بكام ثانيه كده قال له لا فعلا انا شفت برامج زي دي قبل كده. ومش محتاج اقول لك ان المحقق اصلا من الاول شايف ان تصرفاته عجيبه وغريبه، وانها بالنسبه له يعني من وجهه نظره دي بتاكد ان هو له طرف في الجريمه. بعدها بدأ يسأله انت بتدرس في صف ايه؟ الصف الدراسي بتاعك. راين فكر شوية وقال له انا مش فاكر انا كنت بدرس في ايه. وبعدها كام ثانية انا افتكرت انا بدرس في الصف الثامن. بعدها المحقق بدأ يسأله عن شهادة الGED بتاعته، ودي باختصار هي عبارة عن شهادة يعني بتعادل الثانوية في امريكا وكندا، وبيتم امتحان فيها الشخص على 5 مواد بس وبيعدي. بعدها المحقق قرر ان شوية يبدأ يسأله عن هيذر، وخلي بالك هو لحد دلوقتي ما دخلش في اي تفاصيل فيما تخص الجريمه وما سالوش اي حاجه فيها. هو قرر دلوقتي يساله عن هيذر ولكن مش بشكل مباشر، جابها له بحته انت عندك حبيبه؟ راين فكر شويه وقال له لا انا ما عنديش. وبعدها قال له طب انت تعرف واحده اسمها هيذر؟ راين قال له لا فعلا انا اعرفها، وبدا فعلا يوصفها له ولكنه كان بيوصف وصف غلط خالص. دي مش هيذر خالص، ومن ضمن الحاجات اللي قالها ان هيذر دي عندها 16 و17 سنه في حين ان احنا عارفين ان هيذر عندها 21 سنه. وقال كمان ان اسم عيلتها هو كايمن، واحنا عارفين وقلنا في اول الحكايه ان اسمها هيذر كوان مش كايمن. بعدها المحقق قرر يسأله انت مال عينك هي ورمة كده ليه؟ في الاول راين كالعادة قال له انا ما اعرفش ايه اللي فيها. وبعدها برضو كالعادة رجع في كلامه وقال ايوه افتكرت دي هيذر هي اللي ضربتني عليها. وساعتها المحقق خمن ان ممكن تكون هيذر كانت بتحاول تدافع عن نفسها قبل ما المعلم ده يموتها حسب افتراضه هو يعني. طبعا هل الكلام ده حقيقي؟ لسه ما نعرفش الكلام ده، كمل معايا للاخر. ولكن فعليا خلاص المحقق بدأ فعلا يتعصب جدا من الطريقة بتاعت راين وقال له مباشر كده احنا لقينا جثة هيذر جوه بيتك وانت لازم تدي دلوقتي معلومات عن الحكاية دي. وساعتها لأول مرة راين بيدي فعلا رد فعل حقيقي ان هو مظلوم، وقال ان هو فعلا كان بيحسبها انها نايمة كل ده. وبعدها بشوية غير الحكاية وقال انا افتكرت ده في 2 جم على بيتنا وكان معاهم اسلحة وهم اللي عملوا فينا احنا الاتنين كده، والاتنين دول هم ريتشارد
وابوه. المحقق اتعصب جدا ومبقاش عارف يصدق انهي حكايه بقولها بالظبط. الراجل كل شويه بيتغير كلامه وقعد في حاله استسلام تام. وفي عز ما هو قاعد في حاله الاستسلام دي بدا يركز على وش راين وقال له قرب مني كده، وقرب منه فعلا وبدا يركز على الجروح اللي في وشه وانصدم وخرج بره غرفه التحقيق. عارفين اكتشف ايه؟ اكتشف ان في 4 فتحات في وش راين هم عباره عن ضربات رصاص. Young man was shot in the face, and that's why they have a police car in handcuffs for up to 6 hours. Son Ryan didn't show up for Christmas dinner, so we asked police to do a welfare check. The officers checked the house and found a woman deceased on the couch. Police also found Waller's 18-year-old son. It appeared he had some injuries in his facial area. It appeared he possibly had been the victim of an assault. We see them walk out with somebody in handcuffs who طبعا مش محتاج اقول لك ان الموضوع اللي عملوه ده هو كارثه. حته انك تحقق مع شخص من غير ما تديله الاسعافات الطبيه وهناك في امريكا كارثه، وممكن يعوق عقوبات تقيله جدا على الشرطي وقسم الشرطه اللي فيه اللي هو قسم شرطه فينيكس، وهجي لك الحته دي بعدين. ولكن خلونا دلوقتي نركز على الجاني الحقيقي واللي بالمناسبه هو اللي قال عليهم راين في اخر التحقيق خالص، واللي هم عباره عن ريتشي كارفر وابوه لاري كارفر. مين دول؟ ريتشي كارفر هو المقيم الثالث مع راين وهيذر في نفس الشقه لحد قبل شهر بالظبط من الواقعه. واللي حصل ان يقال ان ريتشي كان معجب بهيذر وحاول يقرب منها، ولكن هيذر قابلته بالرفض التام والاساءه كمان. وراين اتضايق من الموضوع ده جدا ودخل في مشاده قويه جدا مع ريتشي في يوم من الايام. ويقال الموضوع دخل في تطاول بالايد وكمان اسلحه. انتهى الموضوع في الاخر ان ريتشي ساب البيت، وناس كمان بتقول ان هو كمان اصلا كان بيحسد راين على ممتلكاته. في الاخر يعني المهم ان بعد شهر راين وهيذر كانوا قاعدين عادي في البيت وسمعوا تخبيط في الباب، ولما فتح راين الباب لقى ريتشي وابو لاري معاهم اسلحه وواضح كده ان هم جايين يعتدوا عليهم. فقرر يحاول يقفل الباب، ولكن ريتشي حط ايده عشان يمنعه من انه يقفل الباب، وايده نفسها دي اللي كان فيها مسدس ضرب بها طلقتين على دماغ راين، وافترض ساعتها ان هو مات. وبعدها قرر انه يموت كمان هيذر ويحاول يشيل اي شواهد من المكان زي اللابتوب وحاجات تانية. وبعدها مشوا وساووا مسرح الجريمة اللي تم اكتشافه بعدها ب3 أيام. بعد خروج راين وولر من المستشفى بأسبوع تم القبض على ريتشي كارفر واتهامه بشكل مباشر في قتل هيذر كوار. واللي حصل ان المحاكمات فضلت تستمر لحد 2008 وفعلا تم الحكم عليه بالسجن مؤبد بدون الافراج المشروط. اما بقى بالنسبه للاري كارفر فالموضوع طول شويه بسبب مراته اللي كانت متمسكه بشرط الحقوق الزوجيه وان هم ما ينفعش يقبضوا عليه، لكن اهل هيذر كانوا بيضغطوا على المحكمه ان هم ما ينفذوش الشرط ده عليها تماما، خصوصا ان هو طرف اساسي في القضيه ومعروف. وفعلا تم القبض عليه في 2011 وفضلت المحاكمات لحد 2013 25 يناير 2013. وفعلا فضلت المحاكمات لحد 25 يناير 2013 وتم الحكم عليه برضه بالسجن المؤبد، ويقال انه برضه بدون افراج مشروط. بس الموضوع ده ما عجبش اهل هيذر لانهم كانوا فاكرين ان الموضوع هيوصل لاعدام، وطبعا لهم حق الصراحه. وعشان كده رفع قضيه على مركز شرطه فينيكس واتهموهم بالتلاعب في القضيه والادله بتاعتها، وانهم قدموا ادله غير اللي موجوده، زي ان هم مثلا قالوا ان اطلاق النار حصل قبل يومين من الميعاد اللي قالوا عليه، واللي هو اصلا كان عباره عن 3 ايام قبل الواقعه. يعني معنى صح ان هم تم اطلاق النار عليهم على راين وهيذر قبل 5 ايام من القبض على راين، وده عشان طبعا يشيلوا من عليهم التهمه بتاعت ان هم لو كانوا عالجوا راين في اسرع وقت كان ممكن يتم انقاذه. وما تمش ذكر التحقيق ده والقضيه دي وصلت لفين، ولكن يقال ان المحقق دالتون ده اللي كان بيحقق مع راين هو اصلا له ماضي مشبوه في موضوع التحقيقات اللي من النوع ده، وكمان متهم كتير بالتلاعب في القواضي والادله بتاعته. اما بقى بالنسبه لمصير راين فهو لما خرج من المستشفى ما كانش سليم على الاطلاق. العمليه تطلبت ان هو تم ازاله جزء من دماغه، وكمان عينه اللي كانت ورمه
معرفش يشوف بيها الى الابد، فقدها تماما لان استقرت وراها رصاصة وشظايا من ضرب الرصاص. كمان كان بيصاب بنوبات صرع على فترات، وكان بينسى كل شوية ويكرر الجملة اكتر من مرة زي واحد عنده الزهايمر. وفي الاخر مات اثناء واحده من نوبات الصرع بتاعته. وبصراحه المصادر اختلفت في الموضوع ده، في مصدر يقول ان هو مات في 2007 يعني بعد اقل من سنه من الواقع، ومصدر تاني بيقول ان هو مات في 2016 عن عمر يناهز 27 سنه، لكن في الاخر هو مات لنفس السبب. وبس كده، هو ده المفروض تعرفه عن قضيه هيدر كوان وراين وولر. وهنا في جزئين هنتكلم عنهم، حاجة شوية تخص حياتنا احنا، فكرة انك تعتمد شخص وتقعده في بيتك وانت في عز اصلا انت اصلا معاك زوجتك، وخلينا نقول زوجتك لان طبعا اللي هم بيعملوه ده هو حاجة ملهاش علاقة بثقافتنا خالص العربية والاسلامية وكده، ولكن الفكرة كلها انا اتمنتك وقعدتك عندي وانت خنتني مش بس مرة لكن مرتين. ده اللي حصل مع راين وولر، هو اتمن ريتشي وقعده معاه في نفس البيت اللي فيه صاحبته، وهو قرر ان هو يبص لصاحبته، وبعدها كمان مش بس كده ده قرر ان هو يقتله بعدها بشهر. وفعلا لما تيجي تبص عليه من بره هو فعلا قتله في الاخر يعني حتى لو هو مات بعدها بفترة، ولكن هو كان السبب في اللي حصل له، زائد كمان اهمال الشرطه. وهنا هنيجي للحته الثانيه، فكره انت كشرطي بيتم ائتمانك على حياه الناس، انت اللي في ايدك امان الناس، لكن انت بتقرر ان انت تبقى انت الخطر على امان الناس، سواء باهمالك سواء كمان بانك بدل ما تخدم العدل انت قررت ان انت تبقى ضده وتحاول تقدم ادله تبرئ نفسك على حساب الطرف الثاني. اول حاجة انت اهملت في علاج الشخص اللي انت كنت المفروض بتحقق معاه، حتى لو الجروح دي سطحية فانت المفروض كنت تعالجه فعلا الاول، وده واجب بينص عليه حتى القانون الامريكي عنهم، كان لازم تعالجه قبلها. ما بالك ان حتى ان ده ما كانتش جروح سطحية، دي كانت عبارة عن رصاصات اتضربت في دماغ الشخص والمفروض ما كانش يصحى منها اصلا. تاني حاجة هي الطريقة اللي تم التحقيق بيها معاها لانها كانت طريقة قاسية جدا بالنسبة لشخص في الحالة اللي كان فيها. كمان حاجة هو التلاعب في الادلة عشان خاطر يثبتوا ان هم كده ما يقدروش يعملوا حاجة، وقال لك ان هو تم اطلاق النار عليهم قبلها ب5 ايام. طب اقول لك على حاجه، خد دي، واحده من المصادر قالت ان الشرطه وهي بتقبض على راين وقعوه في الارض كده زي الافلام عشان يكلبشوه، والوقعه دي تم نوعا ما كده زي ما بتشوفوا داس وشه سنه، فده ادى لكسر في الفك عنده، ده فوق كل اللي حصل معاه كمان. فتخيل بقى الشخص ده بقى حالته ازاي من بعد الواقعه دي. الضمير مطلوب مهما كانت الشغلانه ومهما كانت الوظيفه ومهما كانت المكان. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبك، ما تنساش الدعم وتابعني على صفحه الفيسبوك الجديده اللي انا عملتها، وكل الاكونتات بتاعتي طبعا هحطها لك تحت في الديسكريبشن. اشوفك في فيديو جديد.